معنا عبر الهاتف فاطمة الشمري شقيقة مريم رحمها الله، واللي منحتها جامعة تبوك درجة الماجستير بعد إكمال متطلبات. مساء الخير أخت فاطمة. يا هلا، حياك الله. الله يحييك. أخت فاطمة، بس أبغى أعرف منك عن مريم رحمها الله، مرحلة الدراسة اللي مرت فيها قبل وفاتها، متى كانت الوفاة، وشون استقبلتوا أيضا خبر تسليمها أو منح شهادة الماجستير بعد وفاتها؟ تفضلي. حقيقة أنا وأختي كنا طالبات ماجستير، دخلنا مع بعض لدراسة الماجستير، وللأسف تخرجت أنا بدونها. كان بالنسبة لي كان شعور مؤلم جدا إني دخلت مع أختي، كانت معي بالجامعة ترافقني كل يوم من أيامها، وفجأة يوم جاء وقت التخرج ومناقشة رسالتها اختارها الله سبحانه وتعالى. طبعا كان الألم يعصر فؤادي. فجأة اتصلت علي مشرفتها الدكتورة نادية خلف البلوي، وأنا أشكرها شكرا جزيلا. وفاة أختي كانت قبل أيام قليلة من مناقشة رسالتها. كلمتني الدكتورة نادية خلف البلوي وذكرت لي إن بما أن الرسالة كاملة، أختك اجتازت جميع المواد الموجودة عندها، لذلك قرار مني وأنا راح أعمل على هذا الموضوع، وبإذن الله راح يتم إعطائها درجة الماجستير. المشكور الدكتور عبد الله الضيافي مدير جامعة تبوك، وكذلك الدكتور خليفة البلوي، كلهم قرروا ذلك. كان ما تتخيل على قد الألم اللي كان يعصر فؤادي، كان شعوري قابله الفرح من حلم أختي. حتى وقت تخرجي كان وقت تخرجي ونفس وقت تخرجها، كان شعور غريب بين الألم والحزن والسعادة والفرح. والحمد لله أنا أولا وأخيرا أشكر الله سبحانه وتعالى على قضاء وقدره، وأشكر الله سبحانه وتعالى على المبادرة الإنسانية لجامعة تبوك بإعطائها درجة الماجستير، لأن هذا كان حلمها، كان حلم تسعى له. كانت حتى في وقت الدراسة أو في وقت الرسالة كنت أكتب أنا وياها مع بعض، كنت أقول لها يعني خلينا نرتاح فترة، قدامنا سنة حتى يتم المناقشة. كانت ما تخليني، كانت تقول لي نخلص بسرعة، يعني ماني عارفة، كان عندها إحساس أو كان في شيء. كنت أقول لها طيب نرتاح شوية، خلاص أنا تعبت. تقول لي لا، نخلص مع بعض، وزي ما دخلنا مع بعض نتخرج مع بعض. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى كانت أسرع من ذلك. أنا أشكر أمير تبوك فهد بن سلطان على تعازيه الحارة لنا. أنا تفاجأت بالكم الهائل من المعزين ومن الأصدقاء ومن القريب وحتى البعيد. حتى في ناس وصلوا للعزاء ولا زال بيتنا مفتوح للعزاء، يقولون إحنا ما نعرف مريم بس جينا. أنا ما أعرف الخبيئة اللي كانت تعملها أختي مريم. يعني التعازي من كل حدب وصوب. كثير قام بالتبرع بآبار حفرت لها في السودان، وآبار حفرت لها في باكستان، كذلك كفالة أيتام، كذلك سلات رمضانية توزعت. أصدقائها وصديقاتها حتى في المرحلة الابتدائية الكل تواصل معنا، فالله يرحمها ويغفر لها يا رب. الله يرحمها ويغفر لها، وهنيئا لها كل هذه المشاعر وكل هذا الحب اللي وجه لها، وهنيئا لها أنه هذا الحلم أخيرا تحقق لها، وبقي اسمها خالد كما كانت تحلم. نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها.